بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بداية شكرا لحضرتك على هذه الدعوة وتحياتي لهذه الإذاعة التي لها في القلب مكانة. أسأل الله أن يبارك فيها ويبارك في حضراتكم وفي كل ما يقدم. بالنسبة للبطالة أنا عايز أحط لها تعريف واسع كل من يسمعنا يقيسه على نفسه. التعريف هو كل إنسان لا يعمل على شاكلته فهو في بطالة. قال عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته. لو واحد يقدر يقدم 100% وبيقدم 90% عنده 10% بطالة. لو واحد يقدر انه يكون في مكانة عظيمة يفيد بها الإسلام والمسلمين واكتفى ان هو بيؤدي أداء روتيني، الفرق بين أدائه الروتيني وبين ما يجب أن يكون عليه من الشأن العظيم ده اسمه بطالة. البطالة بين نوعين كبيرين، في نوعين واسعين للبطالة. في بطالة صريحة وبطالة مقنعة. البطالة الصريحة اللي هو واحد ما بيشتغلش، قادر وما بيشتغلش خالص. والبطالة التانية اللي هو بيشتغل بس مش في مكانه. ولذلك عباس العقاد بيقول كلام رائع جدا في عبقرية عمر، في نهاية عبقرية عمر بيقول ايه؟ بيقول: لا تنهض الأمم من كبوتها إلا بقائد له صفتان. يعني احنا دلوقتي في أيام كلنا شايفين المشاكل والأحداث، فهو بيرسل برسائل مباشرة مؤثرة. بيقول ايه؟ وكأنه شايف البطالة بعين دقيقة قوي. بيقول ان البطالة ان الامم الراكدة بسبب ان مفيش انتاج. عشان الامم دي تنهض محتاجة قائد، والقائد مش مقصود بيه بس رئيس الدولة، مقصود بيه قائد في كل مكان. انت في شغلك، في عملك، في حقلك، في بيتك، يحتاج الى قائد. عشان ننهض لازم القائد ده، والقائد ده في افضل صوره ليه صفتين. الصفة الأولى أن تكون له القدرة على أن يلهب حماس الناس للعمل والجد والاجتهاد. لشمس حين تشرق فستشرق على الجميع. والصفة الثانية الأولانية محمس، أن تكون له القدرة على أن يلهب حماس الناس للعمل والجد والاجتهاد. لشمس حين تشرق فستشرق على الجميع. والصفة الثانية بقى المعنية بالبطالة المقنعة يقول لك إيه؟ يقول لك الصفة الثانية للقائد أن يعرف بالوحي الصادق وبالبديهة الصائبة فيما تكون عظمة العظيم، ولأي الأعمال يصلح، وبأي المهام يطلع، ومتى يحين أوانه وتجب ندبته، ومتى ينبغي التريث في أمره إلى حين. الشخص المناسب في المكان المناسب يؤدي الأداء المناسب مع البيئة المناسبة ضمن المجموعة المناسبة، منتظرين منه المخرجات المناسبة. البطالة المقنعة في وجهة نظري هي أخطر بكثير من البطالة الصريحة. ليه؟ البطالة الصريحة ظاهرة فعمالين نشتغل عليها وعمالين نعالجها، لكن البطالة المقنعة عاملة زي البكتيريا كده، تضر وما تقلمش. فبالتالي ماشية في وسطنا واحد. يعني أنا عشت في دبي 9 سنوات، كنت أرى دكتور بيحمل شهادة الدكتوراه واقف على كاشير في مطعم. فأقول له: إزاي أنت دكتور واقف على كاشير؟ يستحي من هذا العمل. هو لا يستحي، لكن السؤال هو أنت جبت آخرك ولا لأ؟ هل انت جبت اقصى ما لديك ام لا؟ يعني اتقوا الله ما استطعتم او اعدوا لهم ما استطعتم. واحد يقول لك ايه ده المتاح؟ لا، فرق كبير بين المتاح والاستطاعة. انك تشتغل على نفسك وتجيب اقصى ما عندك، انك تعمل على شاكلتك. اودعك الله مجموعة من المهارات ومجموعة من المواهب والقدرات، كون انك تاخدها وتحللها وتذاكرها وتنميها وتضعها موضع تنفيذ، وتفعم نفسك داخل بيئات ممارسة ضمن اتجاه مهاراتك ومواهبك، أنت تصيب كبد الحقيقة. كونك إنك أول محطة تقابلها تقعد عندها، دي بطالة مقنعة. كمان كلف بالعمل لعدد ساعات معينة. نعم. ويستطيع أن يعمل أكثر من هذا، ويستطيع أن يبدع داخل عدد الساعات المعينة. يعني أنت كيف تؤدي في 8 ساعات؟ كون إنك تبصم، وبعدين الناس بقت عاملة إزاي؟ يبصم ويعمل حضور ويروح يشرب شاي ويصلي ركعتين ويعمل مش عارف إيه، فيبدأ بعد إنه يبصم بساعة. وبعدين هو قبل ما يخرج بساعة عمال يتكلم في التليفون بيرتب مواعيد ما بعد العمل. يعني في ساعتين الحضور تقصد البصمة بس عشان الكلام يكون واضح. البصمة اللي هو الحضور الإلكتروني. حضور العمل. البصمة الإلكترونية للحضور. إذا ساعة قبل وساعة بعد راحت. إذا أنت في 6 ساعات من 8 ساعات. الأروع من كده يا أستاذ الكريم لو تسمح لي، إن في الصين بيعلموا الأبناء حكمة رائعة جدا عشان يقولوا لهم أنت فارق في المعادلة، أنت رقم صعب. حكمة صينية بيتداولوها الآباء
اب عمال فاتح خريطه العالم وماسك قلم كده وعمال يشاور على كل حته في الخريطه، فبيقول ايه؟ بيقول الصين تغزو هنا عسكريا وتغزو هنا الكترونيا وتغزو هنا علميا وهنا تكنولوجيا. فجه ابنه طفل صغير عمال يقطع كده فيه ويزق فيه، بابا بابا بابا. فالاب اخر ما زهق اما قطع الجريده ورماها، خريطه العالم ورماها. وبعد شويه قال له عقاب ليك، رجع لي خريطه العالم زي ما كانت. مفيش دقايق والطفل رجع له الخريطه زي ما كانت بالظبط. قال له ازاي قدرت تعملها؟ قال له اصل وانت بتشوف مستقبل الصين في الخريطه، من الناحيه الثانيه كان في وش بني ادم، ملاخين وعينين ووش، فلما ظبطت وش البني ادم اتظبط العالم. فضيلة الأستاذ أحمد حبيب، يعني بعد أن وضحنا أنواع البطالة، نعم، هناك أسباب مجتمعية للبطالة. نعم. ربما يكون الفرد سببا في البطالة، ربما يكون تكون ظروف المجتمع هي السبب. نود توضيح هذه الأسباب ونعرج عليها. نعم. اسمح لي أولا أحييك، جزاك الله خير، وأشكر أستاذ مصطفى، شيخنا الشيخ مصطفى مشرف علي. يعني خليني أركز مع حضرتك في الأسباب الغير تقليدية للبطالة، أسباب غير مستهلكة. أنا بصراحة بيحضرني إن إحنا محتاجين في مجتمعنا النبي المعلم محمد صلى الله عليه وسلم، النبي القادر على توظيف الطاقات. لو قلت لي إيه أسباب البطالة، أقول لك أول سبب غياب تاجر الخردة. إيه تاجر الخردة ده؟ تاجر الخردة هو الشخص اللي يقدر يقول لك إن الصامولة الفلانية اللي مرمية في الشارع دي تنفع في كذا، ممكن وأنا ماشي أشوطها برجلي في المكان الفلاني بالظبط كده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موقف أروع ما تكون المواقف، بفتح مكة النبي المنتصر نادى على الناس: يا بني كذا يا بني كذا، ماذا تظنون أنني فاعل بكم؟ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الرسالة دي بوجهها لكل معلم، لكل مدرس، لكل ناظر مدرسة، لكل من يحتك بالجيل، لكل من له قدرة على التوجيه، لكل من هو معني بالتربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الجبل يطوف بالكعبة. كان في شاب اسمه قبل الإسلام أبو محظورة، بعد الإسلام اسمه سلمة بن معمر. قام سلمة بن معمر يشوش على النبي بالغناء، وقام بلال يؤذن وسلمة بيشوش، فكاد أن يفسد على بلال الأذان، وكاد سلمة أن يفسد على النبي الصلاة. فبعد ما انتهى النبي من الصلاة قال: من ذا الذي يشوش علينا؟ قالوا: سلمة بن معمر يا رسول الله. قال: ائتوني به. فلما جاء اللي بيروي حديث سلمة يقول: ظننت أني مقتول، فتح مكة وبشوش، يحصل فيا إيه؟ فيقول سلمة: وقفت أمام النبي فنظر إلي وقال: بلغني أنك حسن الصوت. ما شاء الله. بلغني أنك حسن الصوت، تأذن لي أعلمك الأذان؟ يقول سلمة: نعم. يقول: يعلمني ويمسح على صدري. كلما فعل ذلك ازددت إيمانا بمحمد وحبا في الإسلام. فلما انتهيت سألني: هل تريد أن تكون مؤذن أهل مكة؟ تقبل أن تكون مؤذن أهل مكة؟ يقول: قلت نعم. يقول: وأنا إلى الآن مؤذن أهل مكة ببركة إن النبي صلى الله عليه وسلم عل فيه روح إيجابية. أنت مش غلس، دي رسالة بقى للآباء. كتير من غلسات الأطفال مش عشان هم غلسين، عشان إحنا مش حاسين بموهبتهم، مش بنسمعهم من خلالهم. مواصفات القائد التي ذكرتها في البداية، ودي من مواصفات القائد. أول سبب أستاذ الكريم، إحنا محتاجين مجتمع قادر على اكتشاف المواهب. إحنا عندنا مبادرة هنقولها بعد قليل اللي هي العلم حياة، المقصود بيها بشكل مباشر جدا العلم للجميع. السبب الثاني سريعا جدا، التعامل مع قضية التوظيف إن هي كل، لا، إن البطالة كل، لا، البطالة والتوظيف والعمل جزء من إيه بقى؟ إن الإنسان القادر على رؤية مستقبله العمل سهل بالنسبة له. الإنسان القادر على تحديد أهدافه العامة وأهدافه الاستراتيجية وأهدافه المتوسطة وأهدافه القصيرة شخص قادر على العمل. ليه بقى؟ هو حاسس إنه حاجة في المجتمع، حاسس إنه هو يعني شيء كبير يجب أن يهتم به، أو فارق في المعادلة، أو رقم صعب. إحساسي إن أنا رقم صعب يخلي ده ألف ب لازم أكون منتج، ألف ب لازم أشتغل. الحاجة الثالثة الهزيمة النفسية، الإحساس بأن الأفكار لا تعمل. لغاية إمتى متخيلين ideas are not works؟ لغاية إمتى متخيلين أن الأفكار لا تعمل؟
صانع تاجر حد في الحقل. انا من قريه القروي ابو حمص بحيره، وبقابل كتير من الفلاحين والمزارعين عندهم افكار غير تقليديه، عندهم افكار غير عاديه بكلمات بسيطه لكن الرؤيه عميقه. فمن اسباب البطاله هذه الاشياء الثلاث. انا سعيد بهذه الصحبه الطيبه. الله يحفظكم ويبارك فيكم. استاذي الكريم، اكبر اثر للبطاله اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت. اكبر اثر للبطاله ان انا عايز اقول للاحباب المستمعين، وانا يعني لما بسافر خارج مصر لاي يعني حال او كذا، لاي بلد مهما كان مستواها، بحس ان انا نفسي ارجع واقبل تراب هذه البلد. وانا عشت خارجها 9 سنوات، وحاسس قد ايه مصر، وحاسس قد ايه هذه البلد عظيمة. انا عايز اقول ان اكبر اثر للبطالة ان اصبح في ناس كل تركيزها فقط على ان هم يعملوا مشاكل، كل تركيزها فقط ان هو يائس. هيكون يعني اليائس يجد صعوبة في كل فرصة، والناجح يجد فرصة في كل صعوبة. فاللي حاصل دلوقتي ان عم تروح يأس واسعة، وان شاء الله هي يعني مجرد كده ايه سحابة وهتعدي بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا اليأس ولد ايه بقى؟ ولد ان مفيش امل، ولد صعوبة في كل فرصة، ولد ان اركز على السلبيات واسيب الايجابيات. صدق او لا تصدق، الان يوجد بالرقم، وانا اعي ما اقول جيدا، عشرات بل مئات الالاف الان شباب وبنات شغالين في مبادرات، شغالين في افكار ومشاريع، الان عندهم وعي باللي حاصل. هم مش سايبين ولا في معزل، ولكن بيعلوا قيمة العمل وقيمة الانتاج، ويرون ان الامل، كل الامل ان انا اضيف ما كنش عالة، ان انا انتج ما كنش مستهلك. شباب وبنات مقتنعين بكده، شغالين في مبادرات تكنولوجية، مبادرات صناعية، مبادرات تقنية. من ضمن الآثار السلبية للبطالة الانهيار الأسري. انت لو عندك ابن عاطل او باطل، ما هو لازم يقعد في البيت يعمل لك مشاكل، كله مشاكل. انهيار الترابط المجتمعي. ايه المواضيع اللي بيتكلم فيها؟ لو في بطالة هتبقى مواضيع تافهة، لو في عمل، في افكار، في مشاريع بنلتف حولها. كما بدأنا في أول الحلقة يعني كلام حضرتك غير تقليدي. الله يبارك فيك. نريد الحلول غير التقليدية. نعم. بداية أنا ببشر الأستاذ المتصل، ركز معانا، هنسيب أرقام التواصل، عندنا مبادرة عملية. كل من يسمعنا الآن، وأنا أعي تماما أن هذه الإذاعة تصل إلى الملايين الآن، أنا أقول كل واحد بيسمعنا الآن له الدور في هذه المبادرة. أي حد لي قريب لي، شاب أو فتاة، بيقعد على الانترنت فترة طويلة، يتصل بيه دلوقتي حالا ويقول له افتح رقمك الكريم عشان في مبادرة تعنيك بشكل كبير جدا. احنا مجموعة من الشباب لا ننتمي لأي تيار سياسي، لا ننتمي لأي تيار ديني، شباب وطني محب لهذه البلد. فكرنا في مبادرة بعنوان العلم حياة. لو الاسم قريب من أي مبادرة تانية، لا، احنا لا ننتمي لأي مبادرة من قريب أو من بعيد. هذه مبادرة جاية من عدد من المدربين التنمية البشرية، من خبراء التطوير الإداري والتطوير الأفكار والمشاريع. العلم حياة. علم حياة دي مبنية على فكرة يعني صغيرة المبنى عظيمة المعنى. فكرة اسمها ايه؟ اسمها زكاة العلم. ايه موضوع زكاة العلم ده؟ قصة حصلت معايا أنا شخصيا من 15 سنة، وقررت ان باذن الله تعالى، باذن الله تصل يعني اثرها الافاق. ايه اللي حصل؟ وانا في ثالثه ثانوي قلت لوالدي، والدي رجل فلاح بسيط على قد حاله، قلت له يا والدي انا عايز اتخصص في مجال الجرافيكس والمالتي ميديا في دوره ب 5000 جنيه. 5000 جنيه سنه 98 97 مبلغ كبير جدا. فوالدي تربوي قوي، ما بيقولش لا على طول، ما بيقولش على طول. بيجي عامل ازاي؟ قال لي انا موافق، معايا 200 جنيه ينفعوا؟ فقلت له بابا انا عايز كلام عملي. فقال لي والله دي قدراتي، وانا هدعي لك وذكرني بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. قال لي هدعي لك. فبالقدر مفيش ايام الا ورحت صلاه الجمعه، فلقيت الامام بيتكلم عن زكاة العلم، وذكر معلومتين لبسوا في دماغي قوي. ايه المعلومتين دول؟ المعلومة الأولانية ادي على قدك وربنا يديك على قدك، اعطي على قدرك والله يعطيك على قدره. والمعلومة الثانية انت مالكش دعوة بالنتائج، اشتغل، انتج، طلع،
النتائج بقى بحجمها عامل ازاي، بطريقتها عامله ازاي، باع النتائج على رب الاسباب سبحانه وتعالى. فبصراحه عجبني الموضوع، وقمت جايب ورقه وقلم، وقمت كاتب انا اسمي احمد حبيب، وقمت حاطط رقم، طبعا تليفون البيت مفيش موبايلات ساعتها، وانا متاكد ان الورقه مش هتوصل، زحام شديد، بس هو قال على قدك وربنا يدي على قده. واذا بالورقه تتحرك، ابص الاقي تاني يوم السبت الصبح الشيخ بيتصل بيا بيقول لي انت فلان؟ قلت له اه. قال لي انا وصلتني الورقه وبشكرك على همتك في زكاه العلم. انا كنت كاتب ايه في الورقه؟ انا بعرف اكتب على برنامج الوورد على الكمبيوتر، لو حد عايز يتعلم انا ممكن اعلمه. فقال لي اكتب الرقم ده عندك. كتبت الرقم عندي، رقم موبايل مميز ساعتها، خدتش برضو في بالي، قمت نازل بكلم الرقم من الكابينه طبعا، وبعدين قلت له انا فلان الفلاني حصل معايا كذا كذا، انا جاي اعلمك وورد. فالراجل استقبل الموضوع، الطرف الثاني كان المفروض افهم، يعني كان المفروض افهم رقم مميز سنه كذا، المفروض افهم اكيد راجل. نعم. فالشيخ ما خدش باله، لقى ده عنده في الاجنده كمبيوتر وده بيقول عايز اعلم، فوصلنا ببعض. المهم رحت الراجل شركته في المعادي، دخلت بقول السكرتير فلان موجود، قام باصص لي من فوق لتحت كده، اللي هو يعني انت مين انت عشان تاخد عشان مثلا رئيس مجلس الاداره مثلا. فكلمه، قال له فلان بره، قال له خليه يخش. فدخلت فلقيت مكتوب على الباب رئيس مجلس الاداره. مين ده بقى؟ ده واحد معاه يعني شهادات دكتوراه وماجستير وخلافه في الجرافيكس وفي المالتي ميديا من امريكا. فدخلت طبعا، اعتذرت اعتذار شديد، انا اسف ما يصحش بتاع. فقال لي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، اقعد. وقام قايل لي تشتغل معايا، اعلمك وادربك واديك 300 جنيه في الشهر، واوصل لك خبرات في الجرافيكس والمالتي ميديا، بس ما تسيبنيش. فقلت له انت بتساومني على ايه؟ انا ما عنديش حاجه اصلا. فقعدت عنده سنه واربع شهور بيعلمني جرافيكس ومالتي ميديا، وبيجيب لي كتب في تعليم الجيمز وصناعه المالتي ميديا جيمز والكمبيوتر جيمز. فانا فاكر ان في سنه واربع شهور كتبت 3000 ورقه معي الان، درستها في اعلام الشارقه من 2007 2010 في برمجه الجيمز، واداني دورات اكتر من قيمه ال 5000. وكأن المعنى ايه؟ اول حل عملي. المبادره بتاعتنا قايمه على الفكره دي. ايه بقى الفكره؟ زكاه العلم. لو كل واحد عنده علم نقله الى المحتاج، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. فالعلم في العلم فسحه، واذا فسحت في العلم ده يعني اشاره كبيره وعامل مهم يسهم بدرجه كبيره جدا في قضايا على البطاله. يحل الموضوع ده المبادره، وخليني اقولها بوضوح عشان عايز كل المستمعين يشاركونا فيها. اسم المبادره العلم حياه. هدف المبادره ايصال العلم لجميع مستحقي بتساوي البشر كلهم. فكرتنا ان احنا عاملين بنك للعلم. يعني ايه؟ اي حد عنده قدره ان هو يسيب اي ماده علميه، اي ماده تدريبيه، يعطينا من وقته، عنده فكره، عنده مشروع، عنده حلم الاخرين. اوعك تفكر ان الفكره جواك انت الوحيد القادر على تنفيذها. ده ربما يكون سبب تاخر تنفيذ الفكره ان لسه ما انضمش اليك ناس متخصصين في التنفيذ. يا صاحب الفكره، صاحب الفكره شيء والقادر على تنفيذها شيء. فكره المبادره هي، فالمستمعين ركزوا معانا، ان اذا كان لديك اي علم في علم من العلوم او فن من الفنون او مهاره من المهارات، لو عندك اي قدره على الشرح او الايضاح او انك تقابل ناس تعلمهم مهنه او تكسبهم وظيفه او تعطيهم تخصص او الى اخره، دي فكره المبادره. فكره المبادره علم حياه ماشيه على 5 خطوات. يعني اي واحد عايز ينضم للمبادره على 5 خطوات. اول حاجه تقدير الذات، قلناها الطفل الصيني لما قال ظبط وش بني ادم يظبط العالم. الثانيه العلم. ليه انا مش حاسس بالحريه والتاني حاسس بالحريه؟ ليه واحد بيقول الثوره نجحت والتاني يقول الثوره ما نجحتش؟ في مسطره كبيره غايبه عننا، هي مسطره العلم. البيئه، عايز تشتغل ارمي نفسك في بيئه انتاجيه. قول لي اصحابك مين اقول لك هتشتغل ولا لا. قول لي انت تعرف مين اقول لك هتشتغل ولا لا. الممارسة، فكرة جوجل بتقول 10,000 ساعة في أي علم من العلوم، ممارسة في أي فن من الفنون، في أي مهنة من المهن، ممارسة بتساوي نجاح. الكسب الحلال، كل ده بيساوي العلم حياة. العلم حياة كريمة. رؤيتنا، رؤية المبادرة، مصر غنية وقوية بأبنائها. كانت مصر ولا زالت وستظل قوية بأبنائها. فكرة ذي القرنين، سورة بنقرأها كل يوم جمعة. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا، ده بيحصل دلوقتي على فكرة، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
الآية بتقول فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، كأن المعنى اوعك تعمل زي الناس دول وإلا تتهم بنفس الاتهام إنهم لا يكادون يفقهون قولا. هم قالوا إيه؟ هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال وما كان فيه ربي خير. قال لهم 3 حاجات. أول حاجة أعينوني، حماس، اصحى فوق، أعينوني. الثانية أيدي عاملة، آتوني. الثالثة موارد اللي هي زبر الحديد. ولذلك احنا بنقول هنا مصر قادرة. انت عندك يا أولاد مصر يا شباب مصر، انت عندكم، بس بالله عليكم ما تقولش مفيش فايدة، قول في أمل. رسالتنا رسالة المبادرة جمع زكاة العلم من كل من في العلوم الشرعية، في العلوم الدنيوية، في الصناعة، في التجارة، في التكنولوجي، في الاي تي، في الجرافيك، أي حد عنده علم يلا تعالى اديهولنا ونوزعه على مستحقيه. وعندنا هدفين رئيسيين. الهدف الأولاني كسر الحاجز بين القادرين والمحتاجين. والقادرين بما لديهم من علم ومعرفة وممارسة، والمحتاجين للتعلم والتأهيل كما قال أخونا الشيخ مصطفى. العلم للجميع. فكرة احتكار العلم أو سر الخلطة هدف المبادرة تكسره. مش اسمها سر الخلطة، اسمها العلم للجميع. وإن شاء الله بإذن الله بنستهدف 1,000,000 موهوب عربي. واسمح لي أن أمنح السادة المستمعين هدية. أي واحد احنا عندنا من 10 إلى 11 مليون شاب وفتاة قاعدين ليل نهار على الإنترنت، قاعدين ليل نهار على الكمبيوتر، شغالين شات وفيسبوك وتويتر ويوتيوب والكلام ده في مصر. في مصر. وفي منهم مبدع، في منهم جريء على الأدوات التقنية. تعال بقى أنا الآن هديك هدية 125 محاضرة فيديو مصورة صوت وصورة. لما تمشي من المحاضرة رقم 1 إلى المحاضرة رقم 125 أنت تحمل مسمى وظيفي واحد من الآتي: إما أنك تبقى مصمم جرافيك أول 30-40 محاضرة، أو إنك مطور ألعاب إلكترونية لغاية المحاضرة رقم 70-80، أو إنك تكون مطور ألعاب تلفزيونية وتطبيقات الوسائط المتعددة لما تخلص الباكج كلها. ال 125 محاضرة دول أنا بشرح فيهم تصميم الجرافيك، تطوير الوسائط المتعددة، تطوير الألعاب، هدية الأحباب. فقط ابعت إيميلك على الرقم، هنبعت لك مباشرة رابط التحميل، هتلاقي ورسالة تليفون عادي وليس رسالة غالية أو الكلام ده كله. اسمح لي أقول الرقم للأحباب. رقم الهاتف 0-1-1-1-6-4-9-0-0-0-1 0-3-1-6-4-9-3-1. في حالة عدم الرد ابعت بس ايميلك، اسمك وايميلك، هنبعت لك روابط، تحمل الروابط تشتغل. عايز اقول بقى لكل حد عنده علم، دي مبادرة مننا، دي بداية دورة في المالتي ميديا والجرافيكس، هدية مجانية، روابط تحمل وتستفيد. اي حد بقى عنده دورة في العلم الشرعي، دورة في العلم التنموي، دورة في علم الإدارة، دورة في علم التوظيف، دورة في علم التأهيل، دورة في علم أي علم من العلوم. حتى أنا مرة قابلني صبي ورشة في ورشة نجارة، قال لي إيه؟ قال لي أنت بتطلع في الإعلام وبتاع، أنا عندي رؤية إزاي ما يكونش الحرف مهمشة. ممكن أقول لك رؤيتي؟ قلت في بالي ممكن أقول لك رؤيتي، وجاب كلمة رؤية دي منين؟ فاتفقت له مع أحد وسائل الإعلام وقلت لهم في واحد كذا كذا، والله على اليوتيوب الناس تشوف الحلقة، أبدع في طرحه بالكلام البسيط. الشاعر يقول: نعم. ومن فاته التعلم وقت شبابه نعم فكبر عليه 4 لوفاته. نعم. المبادرة فيها نعم. للشباب وغير الشباب، للشباب وغير الشباب. وعايزين نقول ايه؟ التوظيف الحضاري للإسلام هو نافذة الخروج من الأزمة. التوظيف الحضاري للإسلام. ابن عطاء الله السكندري واحد راح سأله سؤال مهم قوي، قال له أنا عايز أختم أمتي، أبقى شيخ ولا أبقى مثلا مصمم جرافيك؟ يعني عايز يقول له بأسباب الدنيا أو بالمهن، ولا أبقى داعية وأطلع على المنبر وكذا. فابن عطاء الله السكندري قال كلام رائع جدا جدا. قال إيه؟ قال: وإرادتك التفرغ للدعوة مع إقامة الله لك في أسباب الدنيا من الشهوة الخفية. وإرادتك أسباب الدنيا وإن كانت لله مع إقامة الله لك في التفرغ للدعوة نزول من القمة العالية. والصحيح أن تبقى حيث أقامك الله ولا تنتقل حتى ينقلك الله، وستعرف ذلك بإشارات واضحة. قل كل يعمل على شاكلته
السؤال احنا اتخلقنا ليه؟ الإجابة ليعبدون. ايه يعبدون؟ 3 دوائر. أول حاجة انك تعبد ربنا من خلال العقيدة والشريعة، تعبد ربنا من خلال تزكية النفس، تعبد ربنا من خلال عمارة الأرض. سؤال حضرتك رائع جدا، هل القادر على عمارة الأرض فئة دون فئة؟ الإجابة لا، الجميع. والله لو أمي دلوقتي أو جدتي اللي عندها 70 سنة و80 سنة سمعتني ودعت لي وقالت لي روح يا أحمد إلهي المبادرة تنجح، أنت سايمتي. تنجح إن شاء الله. نعم، تنجح بدعوة الصالحين. إن شاء الله. أنا عايز أقول للأحباب المستمعين أنت تستطيع. Now you can. أنت لديك الكثير، أنت تستطيع أن تقدم. بس هنا في إشارة ذكرني بها شيخنا الغالي الشيخ مصطفى لما ذكر سيدنا يوسف. الآن لن تنهض أمتنا إلا بالعمل. يوسف عليه السلام أول ما دخل السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. بدأ بده، ما بدأش بالتوحيد. ما قال لهمش يا صاحب السجن الأول، قال لهم دي الأول وبعد كده يا صاحب السجن. وكأن المعنى لو ما أثبتش كفاءة محدش هيسمعك. لو مش قادر على الإنتاج ما تستناش إن أبوك يقدرك. لو أنت ما جيتش النهارده دخلت بيتك وقلت لهم معلومة جديدة ما تقولش فين مكانتي في البيت. لو أنت بتهرج وبتضحك والمزاح ينسي الهيبة ويضيع الهيبة، ما تقولش فين قيمتي. قيمتك فيما تقدم. ولذلك مرة كنت في كلية زراعة جامعة عين شمس، التقيت بآلاف من الشباب والفتيات وبعدين لقيتهم مش عايزين يسكتوا. قلت لهم هسأل سؤال تجاوب عليه آخر بعد أروح. سكتوا. أنا بس محاضرة في نص دقيقة في سؤال. فقلت لهم من أنت؟ فجاءت واحدة من أقصى المدرج تسعة قالت أنا سارة. فقلت لها لا أسألك عن اسمك. فواحد قال أنا كاتب، قلت له لا أسألك عن هوايتك. حد أنا في سنة تانية، قلت له لا أسألك عن تعليمك. حد قال أنا ساكن في حتة، قلت له أسألك عن عنوانك. من أنت؟ سؤال يبحث عن الذات، يبحث عن القيمة، وقيمة المرء فيما يحسنه وقيمة المرء في قيمه. أيها الشاب أنت مقدر بمجموع القيم. فما هو مجموع القيم لديك؟ كلمات جميلة، ويعني أعتقد إن شاء الله أنه لابد أن يكون للحديث بقية إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الفترة والتي كنا معكم خلالها في الحديث عن مشكلة البطالة وعلاج مشكلة البطالة. شرفنا بالحضور داخل الاستوديو الأستاذ أحمد حبيب فضيلة